يا السيد الاخوه مسكين هو اسمع. غبر، هو براسو راه غبر. اسمع اسمع انا اللي ديت الفلوس. اسمع انت كي درتي لها؟ تلاقيت معاك درتي ديالو كان هادشي كاع زهر. ساليتي حتى المخزن يعلن، يقول المخزن يقول لك راه لقينا حتى 5 دروس. اهلا وسهلا بالاخوان والاخوات، مرحبا بالجميع داخل وخارج ارض الوطن. غادي نخليكم تزيدوا تسمعوا اشنو واقع بخصوص هاد التصريحات هاد الاعترافات واللي كتعترف بهم الطريقه على المباشر. ولكن واش هاد الشيء من طبيعه الحال متتبعينا الكرام حقيقي ام ليس؟ لان حقيقه هاد السيده دات هاد الاموال الكثيره، وملي كنسمعوا اموال لان ديال 900 مليون، اموال اللي هي كترشرش من طبيعه الحال، اموال اللي هي كبيره. ولكن متتبعينا الكرام واش هادشي كيبقى حقيقي ام لا؟ غادي نخليكم تزيدوا تسمعوا واحد التصريحات اللي هي خطيره، وانتم بغيتكم تعطيوني الاراءات ديالكم. اشنو بان لكم اصدقائي في هاد التصريحات هادو؟ اول حاجه هاد السيده كتقول بان انا مشيت درت شكايه وانا اللي تقدمت بشكايه، وبادر كيقولوا بانني لحد الان مازال ما دارش شكايه بهاد السيده، وهو كيقول بان غادي له واحد المبلغ اللي هو كبير ديال 900 مليون، راه ماشي مبلغ ساهل. اذا اليوم واش بادر بالفعل غبر كما قالت هاد السيده وكتقول بان هاد السيد هذا او هاد الشخص بادر فهو غبر، ما بقاش كيظهر؟ سمعوا معايا الاخوان، سمعوا. عاد جيبي الطباله والغياطه وراه ما تشطحي وراه ما تدردكي وتحيحي. اسمعوا الإخوة. جيبي الشيخات نتيا، جيبي مليح حتى المحكمه. هنا قالت لها شي وحده في اللايف، قالت لها بان انت هي اللي كتبتي لختك ودرتي وفعلتي وتركتي. قالت لها لا، منين حصل بالفعل ويكون عندي والقانون يقول كلمته الاخيره ويكون عندي داك الشيء، سيري جيبي الطباله والغياطه. سمعوا. قال لك واش درتي في سنين اختك وانت لاباس عليك؟ حنا كنقولوا اللي سمعنا في السوشيال ميديا، انت ماشي كتقولي اللي سمعتي، انت راه كتهميني. سيري اختي الله يسهلها لك. واحد قال لي شري لي برد، قال لي شري لي برد، ما كتباتش نشوفوا مع هاد السيده راه هي ما عندهاش برد، نشوفوا مع هادي اللي عندها الوليدات عاد نشوفوا معاك انت. دابا هادو كيحسب لي واش انا يلاه بديت نفتح اللايفات. اسمعوا الاخوه. واش فهمتي؟ يعني هنا اول حاجه الخوت، هذا الكلام اللي بان لكم واش كيبان لكم بالفعل اصدقائي؟ لان هاد السيده بريئه وما يروج عليها كل شيء بريء، يعني باش نكونوا كنحطوا النقاط على الحروف. واش هاد السيده لان كتقول انا اللي مشيت درت شكايه، وهذا الشخص هذا لم يتقدم بشي شكايه للحد الان، وهذا الشيء اللي كنسمعوا ما يروج عبر مواقع التواصل تيقول لك بان ما كاينش شي شكايه قام بها هذا الشخص هذا ضد هذه السيده. هو هنا راه السيد غادي له رزقه، غادو له فلوسه، غادو له مبالغ اللي هي كبيره. هو هنا كيتطرحوا علامه الاستفهام. سمعوا معايا. انا كنفتح اللايفات راه جايين عامين دابا، راه هاد السيده كتعرفني من يلاه بديت كنفتح، راني كنت كنفتح اللايف يوميا غير ما كنتوش كتعرفوني. من يلاه سكنتي فيها لقيتيني انا كندير اللايفات وكندير المحتوى ديال الطبخ وما كيحسب لي يلاه انا بديت كندير اللايفات. كنقول لك انا كنت كندير اللايفات غير بنادم ما كانش يعرفني. والله دابا مع المشكل ولاو كيعرفوني الناس ولاو كيدخلوا عندي، راه ما كانوش يعرفوني. وبنادم تقولي ليه الهضره وتعاودي تقوليها ليه واللي في راسو هو اللي كيدوي بصح. سير الهام، سير الهام، الله يعطيك حالتي، الله يعطيك بحال هاد المشكله الهام، ويكون باطل ويكون نازل هكا باطل بحالي باش تحسي بهادشي اللي كنحس به انا دابا. اختي شوف اختي سلطانه، واش اللي مديه الفلوس غتمشي تدفع شكايه؟ سمعوا. لا راه ما عندهاش شكايه. هذا هو المشكل اللي خلى واحد الفئه كبيره من المغاربه لانهم كيشكوا في هذه السيده بان ممكن لان تطلع بريئه. ماشي كل شيء، كاين واحد الفئه كتقول بان ربما تقدر تكون دياها، ربما تقدر تكون بزاف د الحوايج، ولكن اخوت حنا ما يمكنناش نتهموا حتى شي واحد، والقانون هو اللي غيقول الكلمه ديالو. لان لا في هاد الطرفين بجوج، القانون هو اللي غادي يقول الكلمه ديالو الاخيره. متتبعينا الكرام، نحن اليوم حتى شي واحد فينا ما عنده الحق، حتى شي واحد فينا ما عنده الحق متتبعينا الكرام لانه يتهم شي واحد بان راه داير او فعل او تارك. لان هاد السيده هادي كاين القانون. دابا تخيلوا معايا ملي مشات هي وقدمت شكايه ومشات لعند القضاء، راه القانون المغربي كنظن بان اي واحد فيهم غادي ياخذ له الحق ديالو، سواء اكيد سواء الطرف الاول سواء الطرف الثاني، راه كل واحد فيهم غادي تاخذ له الحق ديالو وبالقانون ولا شيء غير القانون. اذا فنحن ننتظر اكيد. ولكن هاد التصريحات ديالها اللي كتقول دابا عبر مواقع التواصل، كاين اللي كيقول بان هاد السيده ممكن باغيه تبرر راسها، باغيه لان باش تبرر راسها قدام المغاربه لان هاد السيده راه مشات ودارت شكايه ودارت وفعلات يعني هنا غير باش نكونوا واضحين، هاد
حنا ما يمكنناش غادي نبرروا شي واحد ولا شي واحد غنقولوا له بانك انت راك بريء، ولكن القانون المغربي هو اللي غادي يصدر كل واحد فيهم الحق ديالو. لان الا كان بادر مشات له هذا المبلغ د الفلوس كامل اللي كيقول بان مشات ليه، اليوم خصو ياكدوا للمغاربه وبالوثائق وبالدلائل. الا ما اكدش هادشي للمغاربه بدلائل واكيد خوتي راه ممكن لان السيد ضربوا تران. انا سنقولها ممكن لان السيد ضربوا تران. اذا هذا الشيء واضح وباين اخواني اخواتي الاعزاء، لان ما كاينش دلائل قويه اللي غادي يقدر هذا الشخص هذا ياكدها للقضاء، وصعيب. اذا نحن اليوم كنشوفوا بان الطريقه ديال بدر كتخرج في اللايفات كتقول بان انا اكيد انا بريئه، ما عندي حتى شي حاجه. كيفاش هذا السيد هذا غيكتب لي وكاله؟ كيفاش هذا الشخص غيكتب لي واحد الوكاله وانا وياه غير مصاحبين؟ هذه هي اللي كتحاول دابا، لان اليوم كتوضحها امام الراي العام وكتطلع في لايفات كتقول بان هذا الشخص هذا باش عرفوا كيكذب، لان تصاحبت معاه 3 شهور شويه قال لهم بان درت ليها الوكاله، تزوجت بها شهر سالاو، شهر سالاو، لان مده ديال شهر ما دازش اكثر. اذا الله يدير شي سويد الخير الخوت، نحن ننتظروا عما قريب نشوفوا اشنو غادي يقدر يوقع. وشكرا للمغاربه داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى لانكم تشاركونا التعليقات ديالكم والاراءات ديالكم بخصوص الموضوع، واشنو كيبان لكم في هذه القضيه ديال اخينا بدر. واش كيبان لكم بان السيد مظلوم ام تيبان لكم بان هذا الشخص ليس لانه مظلوم؟ متتبعينا الكرام وما يروج عبر مواقع التواصل كيتبين بان السيد هذا ما عندوش ما يثبت، ولا ما كانش عندك ما يثبت راه الامور غادي تكون صعيبه وبزاف. راه باش نكونوا واضحين غادي تكون الامور صعيبه وبزاف متتبعينا الكرام عند هذا الشخص هذا. الله يدير شي تاويل الخير. هادشي اللي غادي نقدروا نوفيو معكم. حياكم الله اخواني اخواتي الاعزاء، وشكرا للمتتبعين الاوفياء اللي كيتبعوا بعد المقاطع ديالنا واللي كيتفاعلوا معنا فيهم. كنقول لكم حياكم الله جميعا اخواني اخواتي الاعزاء. شكرا للمغاربه، وكنتمنى لانكم تخليوا لنا يعني اكيد التعليقات الجميله ديالكم والاراءات ديالكم. مع السلامه، الى اللقاء. ما تنسوناش الخوت من التعليقات ديالكم الجميله والرائعه. شكرا لكم، مع السلامه، الى اللقاء.